البنت دي بتقرب من الولد اللي واقف ده وبتفتح التليفون بتاعه وبتصور الكلام اللي على رقبتها عشان ينقذها من الخاطف. والولد اللي خاطفها بيشك انها كانت بتعمل حاجه وبياخدها بالعافيه وبيمشي. والولد اللي هي صوره بتليفونه بيشوف الصوره وان البنت بتتسنجد بيه ومراته بتفهم غلط وبتقول له مين دي اللي انت حاطط صورتها على تليفونك؟ فبقول لها انا ما اعرفش مين دي، بس هي كاتبه كلام على رقبتها وشكلها بتتسنجد بيا. وبيروحوا يدوروا على البنت وبيلاقوها قاعده جنب واحد وبتروح لهم وبتعمل نفسها حامل وبتقول له عدي مكانك عشان انا حامل ومش قادره اقف. وبقول لها لا روحي اقعدي في اي حته تانيه. وبتقول له لو ما قمتش دلوقتي عندي على الامن. والولد بيقوم غصب عنه واول ما بتقع بتدلق العصير على هدوم البنت دي عشان يتقابلوا في الحمام وتعرف في ايه. والولد الخاطب بيجي وبيزعل البنت وبلا انت مجنونه. والبنت بتقول له 5 دقايق وجايه. واول ما بيدخلوا الحمام بتشد القميص وبتلاقي كلام وبتلاقي كمان انها مصابه وبتقول لها هو اللي ضربك كده. والبنت بتاعته وبتقول لها هو دايما بيضربني وبيعذب فيا ومش عايز يرجعني لاهلي. والخاطف كان رايح يدخل اما الولد التاني موقفه وبيقول له مراتي جوه ما ينفعش تدخل. وبيقول له اوعى من قدامي. وبيقول له ما مشيتش هتصل بالبوليس. فبيمسك تليفونه وبيكسره وبيسمعوا صوته بره وبيدخلوا على الحمام بسرعه وبتجي لهم فكره ذكيه وبيبدلوا الهدوم مع بعض. وبيدخل الخاطف وبيزعق وبيقول له انت رحت فين؟ والبنت التانيه بتطلع تجري وبيحسب ان هي دي البنت وبيطلع يجي وراها. والبنت بتستخبى ورا العمود واول ما بتروح تمشي بتلاقيها قدامها وبيقول لها انت هتعرفي تهربي مني انا؟ وبتقول انا مش البنت اللي انت خاطفها. وبيقول لها انت وديتيها فين؟ وبيروح يضربها بس بيجي البوليس وبيقبض عليه. والبنت بتشكرهم عشان انقذوا حياتها.